ليس هناك أدنى شك في أن رجال الحرم يقومون بمجهودات مشكورة لحفظ الأمن والأمان في البقاع المقدسة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يجوز تبرير التعامل السيء من فرد الأمن بحجة أن المعتمر أخطأ، خصوصا إذا كانت امرأة؟ رفقا بالقوارير، لأنه من الطبيعي أن تتحرك غيرة المسلم عندما يعتدى على امرأة أمامه، وخصوصا إذا كانت زوجته أو أمه أو أخته أو حتى أجنبية عنه. وشئنا أو أبينا فإن مشاهد الاعتداء على النساء وتعنيفهن يكون لها دائما الأثر الوخيم على سمعة رجل الأمن، خصوصا لما يتعلق الأمر بالحرم والأماكن المقدسة. صوري فيديو. لا ربطه اوقف هنا، لا ربطه اوقف. انا مش عايز، انا مش عايز يا حاج. هذا السعودية. البيان الصادر عن منطقة مكة المكرمة كان بدوره غامضا في تحديد هوية الشخص المخالف. هل هو رجل الأمن الذي عنف المرأة المعتمرة؟ أم هو الرجل الذي اندفع حمية للدفاع عن السيدة المعنفة؟ أم هي المرأة التي ربما خالفت القوانين المعمول بها في الحرم؟